فيبدو ان ترامب هياخد الفكره ينفذها في امريكا، اللي هو مسلم تبقى اخوان. زهران ممداني اللي رفض يتراجع عن اتهام ترامب بانه فاشي وطلع قال ده في لقاء تلفزيوني، وترامب اضطر يقعد معاه، استعرضنا ذلك اللقاء، وغيرهم اللي نجح في الانتخابات من المسلمين لم يكن ترامب. انا كنت عملت بث بخصوص المسلمين اللي نجحوا في امريكا، فممكن يستخدم ده في امريكا، فزعت الاخوان. بعد نية ترامب تصنيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، استقبل جل الحكام العرب هذا الخبر بفرح وسرور، مثلهم مثل نتنياهو الذي بارك بدوره هذا التصنيف وشكر ترامب عليه. الإعلام المصري معتز مطر شرح أهم الأسباب التي جعلت ترامب يتخذ هذا القرار، والحقيقة الأمور أعمق مما نرى به المشهد. فبعد الإبادة الجماعية التي قامت بها إسرائيل في غزة، تغيرت نظرة المواطنين الأمريكيين الذين كانوا مخدوعين بدمغجة الإعلام الصهيوني المسيطر على المشهد الإعلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان يصور لهم أن إسرائيل مثل الحمل الوديع والفلسطينيين هم الإرهابيون. لتسقط هذه السردية بعد الإبادة الجماعية التي قامت بها إسرائيل في غزة، وتتغير نظرة الأمريكيين عن المسلمين، وهذا يتجلى في فوز ممداني في انتخابات رئيس بلدية نيويورك، رغم أنه كان لا يخفي مواقفه المناهضة لدولة الاحتلال، بل بالعكس يرى الكثير أن مواقفه هذه هي التي جعلته يفوز بالانتخابات. وعلى فكرة هنالك مرشحون مسلمون سياسيون آخرون في أمريكا فازوا بمناصب مرموقة. بالمختصر يرى ترامب أنه يجب قطع الطريق أمام فوز هؤلاء المسلمين الأمريكيين، رغم أنهم لا يكونون تيار إسلامي محدد ذو توجهات، إنما هم يترشحون حسب برامج. لكن فكرة أنك تكون مسلم وحدها كفيلة بأن تقلقهم. كما قال معتز مطر، يبدو أن ترامب يريد منع كل مسلم أمريكي من ممارسة السياسة. مؤيدين قرار ترامب وبالصدفة أغلبهم داعمين لإسرائيل احتفلوا حقيقة بعزم ترامب أن الإخوان يبقوا جماعة إرهابية. المذيع إريك ستيفيك قال لك دي أجمل هدية من ترامب. President Trump this morning in an interview with Just the News, a great site run by John Solomon, who does great investigative work. President Trump in that interview confirmed he is officially banning the Muslim Brotherhood. He is designating the Brotherhood as a foreign terrorist organization. And quote, he told Just the News this morning, he is designating the Muslim Brotherhood as a terrorist organization. Quote, Trump said, it will be done in the strongest and most powerful terms. Final documents are being drawn. Yes, I can't think of a better Thanksgiving gift, something to be thankful for. ليه أجمل هدية؟ قال لك إنه كان بيقول من زمان إن الإخوان هم الخطر القادم على أمريكا، وإن أمريكا في خطر بعد افتتاح 48 مسجد في تكساس. فبالقرار ده هنقدر نواجه بيه المساجد اللي بتتفتح في أمريكا، ونواجه زهران ممداني الإخواني وكل الإخوان دول. The Brotherhood, America's next great enemy. And I wasn't exaggerating with that subtitle, America's next great enemy. If you've been following here over the past week, you know that in Texas alone, some 48 mosques have opened in the past 24 months alone. Wow. Zoran Mamdani, a Brotherhood favorite, of course, set to be mayor of New York City. We've got Minneapolis with Somali jihadi madness there, and it's becoming a massive issue. Dearborn, Michigan, of course. قال لك مينابوليس في اداء جهادي صومالي حاجه كده. امال يقول ده كويس انه ما نزلش من جهاد. المهم